إنكم تطعنون على الشيعة بما نحن نسب الصحابة، بما نحن لا نحترم الصحابة ونحن نكفر الصحابة. يا إخوتي، يا إخوتي، انظروا، إذا الصحابة هم لم يحترموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أنتم تطعنوننا بأننا نسب الصحابة ولا نحترمهم، طيب هل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشنع أم سب الصحابي؟ إذا وجدنا في البخاري أن الأصحاب منهم عمر بن الخطاب لم يحترموا حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا أن يتبعوه، فضلا أن يطيعوه، فما ذنبنا إذا لم نحترم من لم يحترم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما ذنبنا إذا برأنا ممن شتم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو ذنبنا؟ انظروا هذا البخاري يا إخوتي، صحيح البخاري. وبعد دقائق إن شاء الله سوف أفتح الهواتف وأتلقى اتصالاتكم الهاتفية بعد دقائق. هذا هو صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ما تسمونه أنتم العمرية، هذا الكتاب بأنه كتاب أخو القرآن الكريم، فهو حجة عليكم وكاف لنا هذا البخاري لإثبات أحقية مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وضلال جماعة العمرية. طابع دار إحياء التراث العربي سنة 1422. فحديث الثقلين في حديث القرطاس موجود في هذا الكتاب في كثير من الصفحاته في 7 مواضع، في 7 مواضع جاء بها، منها موضع بينتها لكم بالأمس. اليوم سوف أريكم موضعا آخر جاء فيها حديث القرطاس. هذا كتاب الجزية والموادعة صفحة 565، حديث 3167 بل 68 هذا الحديث. سمع محمد، حدثنا محمد يعني اسمه محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول، سمع سعيد بن جبير، سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. هذا ابن عباس الذي هو رباني هذه الأمة. جئتم لو تراجعون في نفس البخاري في كتاب العلم إنكم تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس، أخذه بصدره واشتمله بصدره ودعا له اللهم علمه علما، ودعا لعلمه. والجميع معترف من الصحابة والتابعين وعلماء الفرق معترفين بفضل ابن عباس وبعلمه، وبأنه مرجع للفتيا ومرجع في الحديث ومرجع في التفسير في عصره وفي لما بعده، ويروي عنه جميع البخاري ومسلم وبقية الحفاظ. إنه رجل إنه يذكر يوم الخميس ويبكي ويقول: ما يوم الخميس؟ يبكي يبكي ويبكي حتى دمعه يبل الحصى كان أمامه على الأرض. هذا كثرة دموع منه، لأنه يذكر عن المصيبة وعن الفاجعة العظمى. وما هي؟ قلت: يا أبا عباس، ما الخميس؟ ما يوم الخميس؟ قلت: لماذا تبكي؟ ما هو السبب؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد. الله أكبر. وهذا هو المرض الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوجع الشديد. تعرفون ما هذا؟ لا يكمل إيمان أحد حتى إذا أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يحب نفسه، ويحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يحب أهل بيته. الحديث موجودة: وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدنه الشريف شديد، وجع شديد.
فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده أبدا أبدا. ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر استفهموه. فقالوا ما له أهجر استفهموه. فقالوا ما له ماذا به أهجر. أهجر يعني أفحش في الكلام. انظروا القواميس أهجر من الهجر وهي في باب الإفعال وفيه مبالغة أشد. لو قالوا هجر يعني هذا يعني هذا. ولو هذا هجر راح إلى باب الإفعال فصار المبالغة فيه أشد. يقول ما له أهجر يعني أفحش الكلام. الكلام الفحش، الكلام الخاطئ، الكلام غير معقول. ماذا؟ بحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أمام أعينه صلى الله عليه وآله وسلم. استفهموه، أسألوه ماذا يريد، ماذا يقول. القرآن الكريم يقول إخوتي، القرآن الكريم يقول ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول شأنه أن يطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم عن نفسه ولا عن هواه، بل هو يتكلم عن الله ويتحدث عن الله تبارك وتعالى. كيف يمكن؟ أليس هذا أذية الرسول أمام أعينه وهو في الوجع الشديد؟ أليس هذا عدم احترامه وحتك حرمته؟ أليس هذا شتمه وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. على كل حال أنتم رأيتم يا إخوتي، إذ نحن كالشيعة نتبع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي بين الصحابة إذا كانوا آخذين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبقوا مطيعين لأهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحترمهم ونعتبر حرمتهم وودهم ومحبتهم جزءا من إيماننا، جزءا من إيماننا، واجبا علينا. وإذا كانوا لا من الذين شتموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانوا أصحاب وكان لهم صحبة، وإذا ما آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتكوا حرمته فلا نحترمهم، بل نحذر الناس عن اتباعهم ونجهد لكشف القناع عن وجوههم لكي يعرفوا الناس، لكي يذهب هذا الفتنة من بين الأمة ويخلص الأمة من هذا الاختلاف. إذا احنا عرفنا من هم أهل البيت عليهم السلام وعرفنا أعداء أهل البيت عليهم السلام الذين آذوا النبي والذين شتموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، يا إخوتي إذا عرفنا هذا الأمة خلصت من كل اختلاف وكلنا أصبحنا إخوانا متقابلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن عدوهم. الخطوط مفتوحة أمامكم يا إخوتي الآن إن شاء الله. أجيب على اتصالاتكم الهاتفية، فأرجو من فضلكم إذا تحدثتم معي